الذكاء الاصطناعي مش مجرد روبوتات في أفلام الخيال العلمي، دي رحلة بدأت في صيف سنة 1956 في مؤتمر دارتموث. عباقرة زي جون ماكارثي ومارفن مينسكي قرروا يحولوا ذكاء البشر لخطوات وبرامج. الفرضية كانت إن أي ميزة في عقلنا نقدر نوصفها بدقة لدرجة إن الآلة تقدر تقلدها تماماً. وزي ما قلنا قبل كده، الذكاء هو إن الكيان يقدر يتعلم وياخد قراراته بناءً على اللي فهمه. استنوا شوية، لأن اللي جاي هيغير نظرتكم تماماً. يا خبر أبيض، يعني الآلات دي هتمشينا على مزاجها يا مستر أحمد؟ أنا بدأت أقلق على نفسي. اهدي يا نونو وافهمي، الخوف بيجي دايما لما بنتعامل مع التكنولوجيا كأنها صندوق أسود مش فاهمين اللي جواه. فعلا يا حكيم، ضجيج المصطلحات وكلام الإعلانات خلانا نخلط بين الحقيقة وبين الأساطير اللي بنسمعها. النهاردة مواقع الفيديوهات ومنصات الأفلام بتستخدم معادلات ذكية عشان تشكل اهتماماتك وتوجهك من غير ما تحس. لو فضلت عارف القشور بس هتفضل مجرد مستهلك، والأنظمة دي هي اللي هتمشيك على هواها. لا يا عم، أنا عايزة أكون القائد. يا جماعة بسرعة اعملوا إعجاب واشتركوا عشان تفهموا الدنيا ماشية إزاي. لازم يا بنتي تفرقي بين الذكاء القوي اللي بيحلموا فيه بآلة عندها مشاعر وبين التطبيقات المحدودة اللي بنعيشها، زي نظام دندرال اللي ساعد بتوع الكيمياء يحللوا الجزيئات، أو برنامج شاردلو اللي كان ينفذ أوامر بذكاء. شاردلو ده أثبت إن الآلة تقدر تستنتج وتفكر في حلول لمشاكل جوه بيئة افتراضية مرسومة في الكمبيوتر. في فلاسفة زي بليس وسمارت سألوا سؤال عبقري: هو العقل مجرد برنامج شغال على جهاز هو المخ؟ العلم رد على فكرة عنصرية الأنواع وأثبت إن الذكاء مش حكر على الخلايا البشرية بس. يا لهوي، يعني حتة السيليكون والكهرباء ممكن تفكر أحسن مني لو الخطوات اللي ماشية عليها صح؟ بالظبط يا نونو، الذكاء في النهاية هو أداء وفعل، مش مهم المادة اللي الجهاز مصنوع منها إيه. أنا زمان كنت بشوف اقتراحات الفيديوهات دي سحر، لحد ما فهمت عظمة الهندسة والمنطق اللي وراها. عرفت إن في فرق بين نهج المنطق والرموز ونهج التعلم من البيانات اللي بيقلد خلايا عصبنا. برنامج إلايزا في الستينات كان بيقلد الطبيب النفسي بالمنطق، لكن النهاردة بنعتمد أكتر على التعلم من البيانات. الحكاية دي لازم توصل للكل. شيروا الفيديو يا أصحابنا عشان نحول الانبهار ده لفهم حقيقي يغير حياتنا. الخلاصة يا جماعة، جون ماكارثي وصف الذكاء الاصطناعي بأنه محاكاة دقيقة لكل جوانب التعلم البشري. وسنة 1962 اخترع لغة ليسب اللي بتتعامل مع الرموز بمرونة وأسست لكل طرق البرمجة الحديثة. وخليكي فاكرة إن في طريقتين، من فوق لتحت بالمنطق أو من تحت لفوق بالتعلم، زي فكرة روزنبلات سنة 1957. الرحلة اللي بدأت بتشخيص مركبات كيميائية هي اللي بتوصلنا النهاردة لأدق ترشيحات بتشوفها على شاشتك. في النهاية، الذكاء الاصطناعي هو مراية بنشوف فيها عظمة عقلنا البشري وإزاي ربنا خلقنا بنفكر. لما بتفهم الأساس ما بتكونش مجرد مستخدم شاطر، انت بتبقى شريك حقيقي في صنع المستقبل اللي جاي. استنونا الفيديو الجاي، هنحكي ازاي الذكاء الاصطناعي بدأ كمجرد فكرة في الخيال وتحول لعلم حقيقي غير وجه الدنيا.